انت ايه مختفي ليه بقالك يومين؟ معلش بقى العشر الاواخر وكنت مهتم ان اصلي احسن، فما لقيتش وقت فاضي اجيلك فيه. قول لي بقى، ايه هو مصدر قوتك من وجهة نظرك؟ صفاتي كلها مديالي قوة. الذكاء بتاعي، الكبرياء، الغرور، الغضب بيخليني قوي. العظمة اللي انا فيها، كل ده غير اني مخلوق من نار، ودي اقوى حاجة اي كائن تاني ما يستحملهاش ولا يعرف قيمتها. انا كمان مصدر قوتي الاساسي حاليا هو انتم. كل بني ادم بيديني من قوته لما بترضوا بغروري وتسمعوا كلامي وبتدوني قوة ملهاش مثيل. انت كبني ادم عبارة عن فحم، او زي ما بتقول البنزين اللي دايما مخلي الآلة شغالة. كل ما بتحرقه في الخطايا اكتر انا اكمل في طريقي لقدام، ما بقفش ابدا. ان شاء الله مش هتلاقي اللي يحركك قدام تاني. تعبيرات وشك اتغيرت من كلامي ليه؟ هل تقدر تنكر كل اللي انا قلته؟ حاجة واحدة ما اقدرش انكرها، احنا اللي عاملين لك قيمة. انت ولا شيء بدون اللي بيسمعوا كلامك. وانتم ولا شيء في حياتكم المملة اللي كلها خوف. كلكم خايفين من بكرة والكل خايف من العقاب، وده برضه بيديني طاقة وقوة اني ازرع الخوف فيكم اكتر فتحبطوا وتغلطوا. انتوا سهلين اوي يا يوسف، مجرد عرايس خشب اللي يلحق يمسك الخيط يقدر يحرككم في اي اتجاه. مخلوقات من طين. الطين بيتزرع فيه واصل التعمير في الارض، بس بينداس عليه بسهولة. بقول لك ايه، كفايه غلط، خلينا نخلص الدردشه دي على خير. ايه اتضايقت ليه؟ انا بتكلم معاك من وجهة نظري بصراحة. طب يا ريت كفايه وقول سؤالك. حاضر يا يوسف، عايز اعرف ايه هي الحاجة اللي بتعملها عشان تعرف تبعدني عنك. بعمل حاجه حلوه قوي، انا عارف انك بتحب اللي يبقى لوحده. لحظات الوحده دي انسب لحظه ليك تبدا فيها شغلك. لما اكون قاعد لوحدي وانت بقى تقعد تشتغل في دماغي، باخد نفس عميق واقول لا اله الا الله اكتر من مره، بس من جوه قلبي. ودايما زي ما انت شايف سبحتي معايا، انا بحب التسبيح، بقت عاده عندي اقعد اسبح واذكر ربنا طول ما انا قاعد، وساعات اقوم اتوضى واصلي ركعتين لله، وساعات افتح المصحف واقعد اقرا، وانا احب ان اقرا التفسير بالذات عشان افهم الكلام بالظبط. ما اللي يفهم كلام ربنا ويحافظ على قرايته ربنا يحفظه. طبعا انت ساعتها بتبقى متضايق ومش سهل توسوس لي، بيبقى فيك دار حمايه. صح ولا لا يا شطان باشا؟ الاوقات بقى اللي بيبقى ورايا فيها شغل ما بسمعش ليك، يعتبر بشتغل في اني اعمل شغلي مظبوط، وممكن اسحل نفسي في حاجات كتير علشان ما بقاش فاضي واغلط. فبتكل على ربنا واعمل شغلي في كل وقت. وكمان القعده مع العيله بتنسيني الهموم، فما بقاش ليا تفكير في وسوستك. انا بعمل حاجات كتير قوي، وفي كل لحظه بستعيذ بالله منك، وبقدره ربنا انت ما بتقدرش تعمل اي حاجه ولا تيجي جنبي اساسا. النصيحه اللي ممكن اقولها لاي حد عشان يبعد عنك، انه يفصل دماغه لمده ثواني. زي ما قلت لك، قول لا اله الا الله وخد نفسك من 3 ل 4 مرات. في علم النفس انت كده زي بتعمل ريفريش لنفسك وعقلك قبل ما تقع في الغلط. نصيحه برضو لكل اخواتي، ما تقعدش لوحدك كتير ولا تحوط نفسك بالغلط عشان بس دي موضه. خليك موضه وشيك بالامور الصح. كل شاب فيكم راجل المفروض يحافظ على نفسه واهله واخواته اللي حواليه، وكل بنت المفروض تحافظ على نفسها وجمالها واهلها وعرضها. كلنا والله جوانا كويس، بس محتاجين نعمل ريفريش لعقلنا. وهنقدر نبقى شيك ومبسوطين ونتفسح وكل حاجه، بس باحترام وبالصح. اسهل حاجه اننا نقرب من ربنا والله، بس نركز. اتمنى كلامي يوصل بنفس المعنى اللي اقصده.